ازيك يا صروفة؟ عاملة ايه؟ ده انتي وحشتيني خالص. ازيك انت يا سيمبا؟ عامل ايه؟ انت كنت رايح فين كده؟ لا مفيش حاجة، انا قلت بس اعدي عليكي اقعد معاكي شوية. انتي فاضية ده اقعد معاكي شوية ولا لأ؟ ايوه طبعا يا سيمبا، تعالى ادخل اقعد معايا، مفيش مشكلة. ايه، شكرا يا زروفة قوي. الله يا زروفة، الأوضة بتاعتك دي جميلة قوي. بجد يا سيمبا عجبتك الأوضة بتاعتي؟ ايوه طبعا دي جميلة قوي. ممكن بس استأذنك يا زروفة تجيبيلي كوباية مية؟ اصل انا عطشان قوي. طبعا حاضر يا سيمبا، هروح اجيب لك المية على طول واجي. نلحق احنا بقى نشوف ست زروفة ديت حاطة قد ايه فلوس في دولابها. ياه، دي حاطة جنز مليان فلوس ومجوهرات وعاملة نفسها معهاش فلوس. ده انا هبقى غني قوي بالكنز ده. يلا بقى ناخده خبيه بسرعة قبل ما زروفة تيجي وتشوفنا. خد يا سيمبا كوباية المية اهي. شكرا يا زروفة. مضطر معلش ان انا امشي علشان بابا ما تأخرش عليه. بس يا سيمبا ده انت ملحقتش تقعد، طب اقعد شوية. لا لازم امشي بسرعة قبل ما بابا يجي. خلاص ماشي يا سيمبا، يلا سلام. وضحكنا على زروفة وخدنا منها الكنز. ما نروح بقى نخبيه في الجحر بتاعنا تبع بقية المجوهرات اللي سرقناها. اما احنا بعد فترة طويلة هنبقى اغنياء اوي اغنى من اي حد. حلو، وكده نبقى ضفنا كنز للمكان. ياه، امتى المكان ده يبقى مليان بفلوس كتير ومجوهرات كتير؟ ده انا هبقى مبسوط قوي ساعتها. اهم حاجة ان انا باخد الحاجات دي كلها من غير اي مجهود. انا حاليا مبسوط. يلا بقى نروح عند بيت الرودة وناخد منه شوية مجوهرات كده هو كمان. الحقني يا ملك الغابة، مش لاقية فلوسي، أنا اتسرقت، في حرامي سرقني. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا زروفة؟ مين يعني اللي هيسرقك؟ معرفش يا ملك الغابة، أنا مش لاقية فلوسي، كان معايا كنز كبير كل مجوهراتي وفلوسي اتاخدت، لازم تشوفهم لي بسرعة وترجعهم لي، أنا كده هبقى فقيرة خالص من غيرهم. في ايه يا جماعة؟ في ايه الزعيق ده كله؟ حد يفهمني. زروفة بتقول ان في حد سرقها ومش عارف مين اللي ممكن يعمل كده. حد سرقها ايه بس؟ مش متخيل ان حد يدخل يسرق زرافة يعني. يا زروفة دوري كويس كده او كده، ممكن تكون انت شلتيهم في حتة وناسية. لا يا سيمبا، أنا متأكدة من المكان اللي أنا كنت شايلاهم فيه كويس قوي. عموما انا مضطر امشي لان انا متاخر قوي على الرودة. قال لي ان هو مستنيني، فعن اذنكم يا جماعه عشان انا ماشي. ازيك يا اردون؟ انا جيت. يلا يا سيدي بقى، مش انت قلت لك اجي في يوم اقعد معاك؟ يلا بقى تعالى ندخل نقعد جوه وبالمره فرجني على الاوضه بتاعتك. ايه ده يا سيمبا؟ ازيك يا سيمبا؟ ده انت وحشتني قوي. يلا بينا ندخل نقعد جوه وافرجك على الاوضه بتاعتي. دي جميله قوي وانا متاكد ان انت هتحبها. ها بقى يا سيدي، عجبتك الأوضة بتاعتي ولا لأ؟ الله يا أردون، دي الأوضة بتاعتك دي جميلة قوي. بس معلش ممكن بس تروح تجيبلي كوباية مية؟ أصل أنا عطشان جامد قوي من الطريق. حاضر يا سيمبا، هروح أجيبلك كوباية المية واجي بسرعة. أما نروح نشوف الواد أردون ده بقى مخبي في قد إيه فلوس. ياه يا أردون، ده انت معاك سرة فلوس. يا ترى جبت الفلوس دي كلها منين؟ اما ناخدها بقى ونمشي ونبقى نقوله بعدين ان انا تعبت فروحت وخلاص. اعمل ايه دلوقتي يا واد يا سيمبا؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اخد الفلوس واروح عينها ولا نطلع على بيت مشا والدب ناخد الفلوس من هناك وبعدين نطلع نعين الاتنين مع بعض بدل ما نفضل يعني رايح جاي ونوفر المشوار؟ خلاص، حلوة الفكرة دي. يلا بينا على بيت مشا والدب ناخد منهم الفلوس وبعدين نطلع نعين الاتنين مع بعض. الدب مش واخد باله، مشغول عمال يبص على ماشا. اما احنا نتسحب ناخد الفلوس اللي في الدرج كده بهدوء وبعدين ناخد بعضنا ونمشي من غير ما حد يشوفنا. ياه يا دب،
اي نعم، اهي سرة نقود صغننة وفي كيس معفن، بس اهي برضه فلوس ناخدها بقى، ويلا بينا نمشي بسرعة قبل ما الدب يشوفنا. ايه طب تخيل مشى بره، مش مهم هنتصرف في الموضوع ده. يلا يا ست، كويس اني خبيت الفلوس في جيبي، كان زمان الزفت اللي اسمها ماشا دي شافتني دلوقتي وكان زماني اتقفشت. نروح نسلم عليها ولا نمشي؟ هي مش واخدة بالها، خلاص بقى نمشي. ايه ده دي شكلها جاية علينا. لا خلاص نخبي الفلوس كده زي ما هي متخبية ونكلمها. ازيك يا سيمبا، عامل ايه؟ انت كنت بتعمل ايه جوه؟ مفيش يا ماشا، دخلت ادور عليكي جوه ما لقيتكيش، فقلت اطلع اشوفك بره. انت بتعملي ايه؟ انا بلعب بالعجلة زي ما انت شايف. انت رايح فين دلوقتي؟ انا رايح لبابا علشان ما اتاخرش، اصل انا بقالي كتير قوي بدور عليكي جوه ومستنيكي فما لقيتكيش. يلا بقى سلام يا ماشا. اوف، كويس ان هي ما خدتش بالها مني، لحسن دي لو كانت قفشتني انا كنت رحت فيها. يلا بقى نروح نحط صورة الفلوس الصغننة ديت وسط الكنز الكبير بتاعنا تاني. احطك فين؟ لحظة، ده انا معايا كمان الفلوس بتاعت اردون والكيس بتاعه. هو راح فين؟ اهو لقيته. يلا بقى نحطكم انتوا الاتنين. يا بصي الشكل بقى جميل قوي ازاي، انا فرحان قوي ان المكان اتملى كده اهو. ايه الدوشة اللي انتوا عاملينها دي؟ في ايه كلكوا متجمعين كده ليه؟ يا عم مفاسة كلنا اتسرقنا، محدش فينا لاقي الفلوس بتاعته ولا كل اللي حوشه طول عمره. ايوه يا عم مفاسة، انا ما لقيتش الفلوس بتاعتي انا والدب، وعايزينها ترجع حالا، مش عارفين مين بس سرقها. انا لو اعرف بس مين الحرامي اللي سرقني ده انا مش هخلي عليه وطي وبصوا همسكه واموته. اهدوا يا جماعة، استنوا نشوف بس الملك مفاسة هيقول لنا ايه. وانا عرفت الحل خلاص، خليكوا انتوا وانا هعرف مين الحرامي وفين فلوسكوا وهرجع لكم كل واحد فيكم الفلوس بتاعتكوا. خليكوا هنا وانا هاجي على طول. خير يا مفاسة، عايزني في حاجة؟ ايوه يا عراف، انت عايزك تعرف لي مين الحرامي ومودي الفلوس كلها فين بتاعت ارض العزة، لحسن ده انا كله مقلوب عليا. طب استنى كده يا مفاسة بشوف لك في العين بتاعتي. اهو بان، السارق اللي بيسرق ارض العزة هو ابنك سيمبا، هو اللي سرق كل الفلوس بتاعت الحيوانات ومخبيهم في الكهف البعيد، هتلاقي كل الفلوس هناك. ابن سيمبا يعمل كده يبقى هو الحرامي؟ يا خسارة تربيتي فيك يا سيمبا، ليه بس تعمل كده؟ عموما انا جاتلي فكرة، انا هروح واقول لنمورة يقوله ان اللي حصل وان احنا اكتشفنا ان الحرامي مخبي فلوسه كلها في الكهف، ولو هو فعلا جري على الكهف يبقى هو الحرامي ولازم اخد ضده اي اجراء واحبسه في السجن. الحق يا سيمبا، ده انا سمعت انه بيقولوا ان هم عرفوا الحرامي، وبيقولوا كمان ان النهاردة هنروح للكهف علشان ناخد كل الفلوس اللي فيه، عشان هم عرفوا ان الفلوس كلها في الكهف. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نمورة؟ ازاي يعني الفلوس كلها في الكهف؟ ومين قال لكم الكلام ده؟ وعرفتوا منين؟ ومين طلع الحرامي؟ انا معرفش حاجة خالص، كل اللي اعرفه ان احنا هنروح بالليل ناخد كل الفلوس اللي في الكهف، والحرامي هيتقبض عليه النهاردة بالليل برضو. طب سلام يا نمورة انت دلوقتي. اه الحمد لله، نلحق بقى ناخد الدهب بتاعنا كله قبل ما بابا ونمورة يجوا وياخدوه. على الاقل هما يجوا ما يلاقوش دهب خالص وما يلاقوش حاجة خالص، ويفتكروا ان العراف بتاعهم ده غلط او قال اي حاجة غلط. المهم ان انا اخد الفلوس دي اخبيها في اي حتة تانية. اقف عندك يا سيمبا، اسكنوا يا وزير،
ما يستاهلش يبقى الأمير أو الملك من بعدي. بقى انت يا نمونة تضحك عليا؟ ماشي، اما اطلع بس من السجن ده هوريك. خد يا نمورة انت والحارس الدب كل حاجة ورجعوها لأصحابها. عايزكوا تلموا كل الحاجات اللي هنا بعدل، علشان مفيش حاجة تقع وكل شيء يرجع لأصحابها زي ما كانوا، ومحدش يقول ان ابني سيمبا هو اللي طلع الحرامي. قولوا ان احنا لقينا المكان بس. امرك يا مفاسة. حاضر يا مفاسة، كله هيتنفذ. وبكده اكون رجعت للكل كل حاجة ضاعت منه. بص يا دب، فلوسنا رجعت لنا تاني. ويا ترى بقى مين الحرامي اللي سرقهم؟ الحرامي اتقبض عليه وحاليا في السجن، ومش لازم نقول هو مين. المهم ان كل واحد فيكو رجع له فلوسه والحرامي اتقبض عليه وبياخد عقابته. شكرا ليك يا ملك مفاسة على المعروف اللي انت عملته لنا ده، وانك رجعت لي الكنز بتاعي. انا حقيقي مش عارفة اودي جمايلك فين. شكرا على واجب يا مدام ظروفة، عادي. المهم ان كلكم مبسوطين دلوقتي، وبكده تكون قصتنا خلصت يا اصحابي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتدوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. سلام، نشوفكم في قصة جديدة.